قناة نور الحسن الموسوي تقدم. العراقيين في كل مكان في العالم يتعرضون للأذى والعنف والتهجير. في بداية الفيديو يجب أن نعرف من هذا الشخص ولماذا هو شخصية مهمة في قصتنا. هذا الشخص يدعى سعد أبو العبد، هو كان قائدا لأحدى الصحوات في بغداد، تحديدا صحوة العامرية. كان مدعوما من الدولة العراقية في عام 2006 لمحاربة تنظيم القاعدة في منطقة العامرية. أنا أريد أقول للكل اللي راح اكتشفه خاين، ترى مصيره بس البيكيسي. خلي الكل يسمع، اللي يكتشفه عنده شعره بالعبوات والله شقق راسه. وصارت الدقه ويا ابو العبد. بعد أحداث العراق الأليمة غادر العراق إلى دولة السويد مهاجرا، وأعلن تغيير دينه من الإسلام إلى المسيحية مع عائلته المتكونة من زوجته وابنته الوحيدة تبارك هي محور القصة، فتاة لم تبلغ 17 حتى. قام شخص متطرف صومالي الجنسية يدعى عبد الوهاب بضربها على رأسها وحقنها بحقنة سامة، أفقدتها الوعي وأصبحت في غيبوبة. بقيت الشابة تبارك في المستشفى ل3 أيام إلى أن قرر الأطباء فصل أجهزة الإنعاش عنها بسبب موتها سريريا. بعدما تم إلقاء القبض على المجرم عبد الوهاب، تبين فيما بعد أنه مشترك مع شخص يمني الجنسية في هذه الجريمة. تخيلوا ماذا قرر القاضي بشأنهم. قام بإخلاء سبيلهم بحجة عدم سلامتهم العقلية. بقي والدها مع والدتها يجاهدون في سبيل تحقيق العدالة بحق ابنتهم، لكن دون جدوى. لأن لك الملك والقوة والمجد إلى أبد الآبدين آمين. الله يرحمها والله يصبركم. فادية عبودنا. فادية تمام. ودعها حبيبي يا عبود، ودعها حسن. أنا موجودة معك بجوف، شكرا على المشاهدة. إن أعجبك الفيديو سجل إعجابك، ولا تبخل باقتراحاتك للفيديوهات القادمة. كما لا تنسى الاشتراك في القناة لتصلك فيديوهاتنا اليومية.